اهلا بيكم في فيديو جديد. تخيل كده كنت بتتكلم مع حد يوميا وكل حاجة تمام، وفجأة الشخص ده اختفى، لا بيرد ولا بيفسر اختفائه، وكأنه اتبخر من حياتك. اللي حصل ده اسمه جوستنج، وده مش بس سلوك بيحصل في العلاقات العاطفية، لكن ليه جذور اعمق مرتبطة بشخصيتنا وتجاربنا في الطفولة. في الفيديو ده هنفهم مع بعض ليه بعض الناس بتلجأ للجوستنج، وليه البعض بيتأثر بيه بشكل مؤلم جدا. ايه هو الجوستنج؟ الجوستنج هو لما حد يقطع التواصل تماما مع شخص كان على علاقة بيه بدون سبب واضح او حتى وداع. الموضوع بقى شائع اكتر بسبب التكنولوجيا والسوشيال ميديا، لكن بقت اسهل طريقة للهروب من غير مواجهة. مين اللي بيعمل جوستنج؟ الدراسة بتقول ان الشخص اللي بيعمل جوستنج ممكن يكون عنده سمات شخصية معينة، زي اضطرابات التعلق attachment styles. ولو الشخص عنده تعلق غير آمن ممكن يهرب من المواجهة ويختفي بدل ما يواجه المشاكل. تاني حاجة، سمات الشخصية المظلمة، وجود صفات زي النرجسية والسلوكيات المتلاعبة او حتى عدم التعاطف مع الآخرين. السبب اللي بعد كده، تجارب الطفولة الصعبة اللي كانت مليانة تجاهل وعدم استقرار بنخلينا اكتر عرضة للهروب بدل من المواجهة في العلاقات. ازاي الجوستنج بيأثر على الشخص اللي اتعامل معاه؟ اللي اتعامل معاه الجوستنج ده بيتأثر بمشاعر عدم الثقة بالنفس واحساس بالذنب، وبيبدأ يسأل نفسه هو عمل ايه غلط، وبيبقى عنده صعوبة انه يتخطى الموقف بسبب ان الموضوع محصلوش قفلة، مفيش ختام واضح حصل. ازاي تتعامل مع الجوستنج لو حصل معاك؟ اول حاجة، افهم ان دي مش غلطتك. الشخص اللي بيعمل جوستنج هو اللي عنده مشكلة في التواصل، مش انت. تاني حاجة، ما تحاولش ابدا تلاحق الشخص ده او تدور على اجابات. لو هو قرر يمشي، انت كمان حقك تبدأ من جديد. شكرا.